اسمعوا معايا صوت القرمشة وتعالوا اقول لكم، لو انتوا جوعانين في نص الليل عاوزين تعملوا حاجة كده تنفع للسهرة طعمها حلو وسهلة، فهنعمل احلى فطير شرقي بدون عجن. بصوا مطة الجبنة طعمه خطير. استخدمت بقى العيش السوري ده من موتزاريلا فريش، هو اساس الوصفه اصلا يا جماعه. وجبت الجبن دي بقى، دي 200 جرام دي موتزاريلا، وكمان الميكس جبن دي 200 جرام. سعرهم حلو قوي وموفرين، وهيقضوا معايا بقى كمان ان انا اعمل كام فطيره. هجيب صينيه عندي ادهنها زبده كويس قوي، هحط اول طبقه من العيش السوري، بعد كده هرجع تاني ادهن زبده كويس قوي، زبده مش زيت يا جماعه عشان تطلع مورقه معايا، وارجع بقى احط كمان طبقه كامله من العيش السوري. شايفين اصلا يا جماعه صابح ازاي رغم ان انا حاطاه في الفريزر. وبعد كده بقى احط ميكس الجبن ده موتزاريلا فريش، ده 200 جرام يا جماعه، سعره حلو قوي وموفر، اسالوا عن سعره. وببدا بقى ان انا احط الميكس جبن، واحط كمان بقى شويه من الجبنه النيو مش كتير يعني. وبرجع تاني بقى يا جماعه احط بقى اي حاجه تضيف بقى للحشو كده طعم. حطيت بقى طماطم وفلفل، حطيت كمان بقى الصوص الشيدر ده برده من موتزاريلا فريش، وشويه بقى من حبه البركه. رجعت تاني بقى حطيت شويه من الكاتشب، اي حشو عندكم حطوها. بعد كده بقى بقفل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وادهن زبده، وارجع تاني اقفل وادهن زبده. بحطها على النار لحد ما بتاخد معايا لون جولد، اقلبها على اليمه التانيه. بتطلع خطيره يا جماعه. بتعملوا بقى الكميه اللي انتوا عاوزينها تقضي العيله كلها، وبس كده لازم تجربوها على ضمانتي.